حياتنا اليومية كاين أشياء كتعيش بين الحقيقة والخيال، أماكن منعزلة وأسرار منسية، وكتب عمرها طويل كتر من عمر ديال البشر. هاد القصة ماشي خيال، هاد القصة هي أنا والقسم المهجور اللي دخلت ليه، والكتاب اللي لقيت فيه، واللعنة اللي بدات تقلب حياتي رأسا على عقب. ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي ندخلوا نيشان في القصة. هاد القسم كان في مدرستي بحال نقطة سوداء وسط عالم مشرق. تلاميذ المدرسة ديما كيتفاداو ويقربوا ليه، حتى اللي كانوا شجعان كيبقاو بعاد عليه. واحد النهار انا وصاحبي كريم قررنا نحطو لحد الفضول اللي كان كيكبر في داخلنا. مشينا في نهار كانت الغيوم ثقيلة والشمس كتحاول بلا فايدة تخترق الظلام. الباب ديال القسم كان مصدي ومسدود، ولكن دفعناه بقوة حتى تسمع الصوت ديالو كيتردد في الهواء. دخلنا وكانت البداية ديال كل شيء. الداخل ديال القسم كان كيبان كئيب، كراسي مهرسين، سبورة باهتة، وحيوطة مكتوبة برموز غريبة. الحس ديال الغبرة كان خانق. وكريم صاحبي بدا تيهضر هو تيضحك، راه عادي، غير قسم منسي، شنو فيه كاع. ولكن انا كنت حاس بشي حاجة غريبة ومختلفة. وسط هاد الفوضى كاملة اللي كاينة في القسم، بدينا تندورو فيه وحنا نشوفو واحد المكتبة قديمة. دفعتها شوية وكاع دوك الكتب اللي كانوا فيها طاحوا كاملين. بقيت تنشوف ديك الكتوبة، هو يبان لي وسطهم واحد الكتاب كامل مغبر، الغلاف ديالو بحال الجلد، وفيه واحد النقوش ما عمرني شفت بحالهم. كريم بدا تيطير، فتح الكتاب وبدا بحال بغا يقرا الكلمات اللي مكتوبة فيه، ولكن لقاهم بواحد اللغة غريبة بحال طلاسم. واحد شوية حسينا بحال شي هوا كان ثقيل كيتبدل، بحال شي يد خفية كتحوم علينا. قلت ليه صافي ما تكملش، ولكن كريم كان مصر باش يقول راه غير خرافات اصاحبي، ما تخافش. ولكن انا الداخل ديالي كان كيوصل لي رسالة واضحة، راه هادشي اللي تنديرو ماشي لعب. وهو الباب ديال القسم يتحل بواحد الجهد ما فهمنا والو. حنايا شداتنا الخلعة. تماك لقينا المدير ديال المدرسة واقف قدامنا، والعينين ديالو كانوا بحال الا شاف شي كارثة. قال لينا شنو كديروا هنايا؟ حاولت نخبي انا داك الكتاب بالزربة، ولكن النظرة ديالو كانت مرعبة، بحال الا عارف شنو درنا. اول علامة الغرابة فاش رجعت للدار، الكتاب كان باقي معايا، كنت حاطه في الشكارة. ولكن ديك الليلة كانت شوية في شكل، حسيت بحركة في البيت ديالي، أصوات خفيفة بحال الهوا، ولكنها كانت كتحوم حول الشكارة ديالي. في الصباح فقت بكري، ولكن لاحظت شي تغيرات غريبة، بحال رموز صغيرة بدات تتبان على يدي. أنا تخلعت شوية تنشوف كريم صاحبي جا عندي وقال البارح حلمت بحاجة كتخوف، شي ظلال كانوا كيجريو عليا. وهذه كانت البداية الأولى، خطوة في طريق الرعب. دازت أيام قليلة، ولكن الكتاب بقى شاغلنا في دماغنا. قررنا أنا وكريم نرجعوا للكتاب ونجربوه ونفهموه. هاد المرة مشينا لدار كريم وبدينا نقراو في الطلاسم ديالو. فاش وصلنا لواحد السطورة الأخيرة، الشمعة كانت ضاوية في الغرفة، ولكن بوحدها طفات. شوية تنحسو بالبرد، شوية مدخلات ما فهمنا والو، ولكن ماشي هي. كانوا النظرات ديالها بحال إلا شخص آخر سيطر عليها. قالت وهي بواحد الصوت تيخلع حبسوا ولا غادي تندموا، غادي ندخلوا في الصراع مع النفس ديالنا. كريم صاحبي بدا تيمرض، كان كيحلم ديما بأصوات كتنادي عليه في وسط الحلم ديالو، والجسم ديالو بدا كيضعف. انا التغيرات الجسدية بدات كتزيد كل ليلة، كانت الرموز كتكبر على يدي، ولا عندي احساس غريب بحال شي طاقة كتجرني باش نكمل. بقيت عارف اش ندير. مشيت عند الاستاذة ديالي اللي كان عندها شوية العلم بهاد المواضيع. ملي شرحت ليها قالت لي الكتاب حرام وفتحتي باب العالم الاخر، خاصك توقف قبل ما تفقد كلشي. في واحد الليلة مظلمة قررنا نحرقو داك الكتاب ونتهناو من داك الكوابيس اللي كيجيو. ولكن فاش قربنا الشمعة للصفحات
الصوت اللي كنا كنسمعوه في الخيال تحول للحقيقة. شي ظل كبير بدا كيتحرك في البيت، وكريم صاحبي طاح مسكين سخفان. كنت كنحاول نواجه داكشي، ولكن الخوف كان كيتغلغل فيا. واش قدرنا نتغلبوا على هذا الكتاب؟ واش فعلا سالت القصة؟ الجواب يمكن يبقى لغز، ولكن الشيء المؤكد حياتنا ما عمرها غادي ترجع كما كانت. هذا الجزء الثاني ديال القصة. نتمنى تكونوا شاهدتوا القصة الأولى باش تفهموا كاع الأحداث اللي صرات. بلا ما نطول عليكم بزاف، نتمنى ديروا لايك وكومنتير وتشاركوا معايا في القناة. شكرا لكم. نكملوا القصة. فاش قررت نمشي عند الأستاذة ونشرح ليها كل شيء، كانت مصدومة، ولكن ماشي مفاجأة ليها. قالت لي هاد الكتاب ماشي عادي، وانتوما مشيتو بيه بعيد، خاصنا نديرو شي حل قبل ما يزيد الخراب. قالت لي راه تنعرفوا واحد الفقيه مشهور بحكمته ومعرفته في هاد المواضيع الغامضة، وقررت تدينا عنده. كنا انا وكريم والاستاذة غاديين في الطريق، وديك اللحظة الاحاسيس ديال الخوف كانت كتزيد كل خطوة. كنا كنسمعوا اصوات غريبة بحال شي حد كيتبعنا. وصلنا عند الفقيه. كان واحد الراجل كبير في السن، بعينين عميقة بحال الا شافوا اسرار الدنيا كلها. ملي شاف الكتاب بقى ساكت واحد اللحظات، وقال بواحد البرود: هذا ماشي كتاب، هذا بوابة للعالم الآخر. واش قريتو شي حاجة منه؟ جاوبتو انا وكنحاول نخبي الخوف ديالي. ولكن ما عرفناش الخطورة ديالو. شاف فيا وقال: هذه اكبر غلطة درتو في حياتكم. طلاسم اللي قريتوها كتفتح باب ما كيقدر حد في البشر يسدو بسهولة. خاصنا نحبسو هاد الكارثة قبل ما تولي ارواحكم هي الثمن. الفقيه بدا تيشرح لينا الخطر. قال بان داك الكتاب فيه لعنات مكتوبة بلغة قديمة، وكل طلسمة منه كتفتح بوابة كيتسرب منها الشيطان او لا روح خبيثة. بدا يحضر الطقوس، ولكن كما قال لي الطقوس كانت غادي تكون محفوفة بالمخاطر. قال صاحبي كريم يجلس وسط الدائرة اللي مرسومة بالرماد، وقال لي انت هو اللي فتحتي الباب، غادي تكون العنصر الاساسي، ولكن راك غادي تواجه الخوف ديالك الاكبر. بدا الفقيه تيقرا ايات وصور بصوت قوي، والهواء في الغرفة بدا تيتقال. الكتاب كان وسط الدائرة، والرموز اللي على الغلاف بدات تضوي. فاش وصل النص الاخير، شي قوة مجهولة شدتني على الارض، وبديت نحس بحال كنفقد السيطرة على الجسم ديالي. كريم كان كيغوت. قالت لي الاستاذة يبقى هاني، ولكن شفت الدموع في وجهها. الجو كان كيملأ الصراخات ماشي ديال البشر، بحال اصوات من عالم مظلم. الفقيه كمل القراءة، ولكن ديك اللحظة الباب ديال الغرفة تفتح بواحد العنف، وظل كبير بدا كيتحرك في الظلام. شفت شي مخلوق بدا كيقرب، وجهه كان مشوه وعيونه بحال النار. حسيت بالرموز اللي في يدي كتحرقني، وبقيت تنغوت: واش غادي نموت؟ واش غادي نموت؟ الفقيه قال به بجهد: واجه خوفك، راه ديما اللي داخلك هو اللي قوي. فاش كمل الفقيه الطقوس كلشي توقف واحد اللحظة. الكتاب بان بحال تحرق، والرموز اللي على يدي اختفات، ولكن كريم كان سخفان وما فاقش بسهولة. ملي رجعت للدار كنت كنفكر واش فعلا تسالت القصة، ولا بقات اجزاء منها مخبية في داك العالم المظلم. هاد الاحداث كانت بداية فقط. حياتي ما عمرها رجعت بحال الاول، وديما كنت كنسمع صوت خافت في الليل كيقول: الكتاب باقي، الكتاب باقي. بعد داك النهار ماشي غير انا اللي تبدلت، كريم حتى هو بقى مريض، كيحلم بكوابيس وكل ليله تيغوت بحال شي حد كيتعذب. الاستاذه قررت تزور الفقيه من جديد، ولكن ملي وصلات لقات دارو مسدوده، وبلاصتها ما كاين فيها والو، بحال عمرها كانت شي حاجه. الاحداث الغريبه كتستمر. انا رجعت للمدرسه، ولكن حالي كان مبدل. وليت كنتفادى الناس وما بغيت نهضر مع احد. كل نهار كنت كنبقى نسمع داك الصوت اللي كيقول: الكتاب باقي، ومهمتك مازال ما سالاتش. واحد النهار وانا في القسم شفت واحد الظل واقف في الزاويه ديال القسم، بحال شي حد كيشوف فيا. فاش قربت ما لقيت حتى واحد،
وكريم صاحبي واللعنه باقا مستمره. اتصلت بيا الام ديالو وقالت لي كريم ولدي راه ما بقيتش عارفه، ما كينعس ما كيشربش حتى الماء، ولا تتشوفو تيهضر بوحدو في الليل مع شي حد ما كيبانش. هنا تاكدت بان الكتاب ما كانش مجرد لعنه عاديه، ولكن كان مربوط بحاجه اكبر واخطر. هنا قررت نرجع للمدرسه ونواجه داك القسم المهجور، ولكن هاد المره كان عندي خطه. جمعت فريق صغير، كريم وانا والاستاذه، وجمعنا شموع وايات قرانيه. كنت مقتنع بان الحل الوحيد باش نحبس هاد الكابوس هو نسد الباب اللي فتحناه. دخلنا للقسم، ولكن ملي وصلنا لقينا القسم بحال الا عمرو ما تبدل، ولكن الجو كان ثقيل بزاف والبرد كان غريب. فاش بدينا الطقوس طلعت صوت قوي من الكتاب: ما تقدرش تسدني، الثمن غادي يكون حياتكم. هنا بدات اشياء تتحرك، والاستاذه بدات كتقرا بصوت مرتفع، ولكن واحد اللحظه طاحت حتى هي سخفانه. انا كنت مجبر نكمل، وكانت يدي كتحرقني بحال الا النار شاعله فيها. باش الاستاذه طاحت شفت كريم كيترعد بوحدو بحال الا كيدير مجهود باش يبقى في الوعي ديالو. داك الصوت بدا كيقوى اكثر واكثر، وكيضحك بحال شي شيطان كيغلب في المعركه. كنت عارف ان الحل الوحيد هو نحرق الكتاب. فاش شعلت النار اللي في الشمعه خرج ريح قوي بحال الاعصار، وطاحوا كاع المكاتب اللي كانوا في القسم بحال الا شي قوه غريبه باغا تمنعنا. ولكن دفعت بكل الشجاعه ديالي ورميت الكتاب في الشمعه. صافي، العافيه شعلات في الكتاب، بدا كيخرج منه الدخان، وكيخرجوا منه واحد الغوات بحال ارواح محبوسه في الداخل ديالو. كريم طاح في الارض، ولكن حالته شويه بحال بانت لي بدات كتحسن. الاستاذه حتى هي رجعت للوعي ديالها وقالت راه كاين شي اخر مازال ما عرفنا عليه والو. من بعد ما شعلنا الكتاب تحول كاع داك المكان اللي هزينا منه. كانت الجدران تتشقق، والصوت ديال الرياح تيزيد يعلو، حتى سمعنا كان كيأثر على قلوبنا. كل واحد فينا كيجري بحال هارب، وما كانش شي حل قدامنا غير انه نواجهو مصيرنا. الكتاب كان داير تأثير كبير في العقول ديالنا، وكان كل واحد كيحس بشي حاجه غريبه في الجسد ديالو. الاستاذه كانت كتحاول تهدي الاوضاع، ولكن الشكوك مازال كتصاعد. شنو كان في داك الكتاب؟ وعلاش كانت هذه هي النهايه الوحيده؟ النهايه هي هذه: انا رجعت مزيان، حياتي ولات مزيانه كما كانت. حتى صاحبي كريم ما بقاش كما كان برا، ولا الجسم ديالو ترجع القوه ديالو اللي كانت. حتى دوك الكوابيس اللي كنا تنشوفوهم وتنحسو بيهم، وانا هادوك الرموز اللي كانوا في يدي كاع ما بقاو. هنا عرفت وتاكدت بان هذيك اللعنه تسدات. غادي نشكركم كاملين الا كنتو سمعتوا القصه حتى لهنايا. شكرا لكم من القلب. نتمنى تكونوا درتوا لايك وكومونتير واشتركتوا في القناه وبارطاجيتوها مع الاصدقاء ديالكم. اي حاجه بغيتو تشاهدوها في هاد القناه ما عليكم تخليوها في كومونتير، وغادي ندير الجهد ديالي باش نقدمها لكم. تهلاو حتى نتلاقاو في فيديو جديد.